أبو علي، ولا يهونون السامعين والمشاهدين، أنت تعرف الأمور اللي جرت علي، ما حاجة أوضح لك إياها. فهذا قصيدة رثاء بوفاة والدي رحمه الله الذي وافاه الأجل يوم 23 من شهر رمضان المبارك، الله يرحمه. وهاي مختصرة طبعا، ما راح أقولها كلها. أقول إيمان الله يا لتحفر اللحد داريه، صدر المجالس ترى راح يتمدد بيه. إيمان الله يا لتحفر اللحد داريه، وصدر المجالس ترى راح يتمدد بيه. إيمان الله يا اللي مشيهد أريد أنخاك، وصدر المجالس ترى سير عليك وجاك. صدر المجالس يا اللي مشيهد نزل لك ضيف، وأرخص رغيف الخبز يوم الليالي تخيف. لا غير عندك يا اللي مشيهد ولا ناموس، وتاخذ حيود على رؤوس الأعاد تدوس. لا غير عندك يا اللي مشيهد ولا أنصاف، تاخذ حيود القبل منها الأعاد تخاف. اخسي يا دنيا عليش محارب الشجعان، اصدور المجالس يا قبره ومن كبار الشان. تنعي المضايف عقبكم يا طوال الشوح، وجبيلكم بالحكي طول العمر مطروح. يا حيف ما أمهلت بيكم ليالينا، أو يسنادنا باللوازم لو توازينا. تشهد بحقك يا أبو أحمد، تشهد يا أبو أحمد، تشهد بحقهم يا أبو أحمد غرب وجناب. ونعمين لو أعبست عيين بالمطلاب، ونعمين لو أعبست لو صارت الضيجة، ويوم الملاقى عدوكم ما بلع ريجه. وهاي مختطفات من أبيات العتابة. أقول روحي من الهضم مضجور سافت، وعلي هموم سوى الوقت سافت. اضعون الولف يا جاويد سفت، وراهم صحت ما ردوا جواب. يا قلب اش كثر على الخلان هميت، ارحلوا وادعوك بين الحي. هميت يا لو أدري نزلهم وين، هميت قدام وقابلت بوم الأخراب. سهير العين والدلال من همه على رجال القطعنا الياس. يا عاذل لا تلوم القلب من هام، وتذكر خلة لأنهم غياب. الله الله الله. وسلامة السامعين. الله يسلمك. الله يسلمك. أبو عبد العليم، نعم. بهالمناسبة هاي احنا هذا برنامجنا حول التراث. نعم. اكو قصيدة اتذكرها قايلها الحاج حمد سريجع يوم توفى ملا ذياب. نعم. وقال اريد من الشعراء واحد يسوي لي رد مساجلة. يمكن عندك مساجلة انت رديت بيها الحج حمد سريجع. نعم. يا ريت نسمعها منك والله ابو علي. الحج حمد سريجع الله يكتب عليكم وعلي السلامة، دز القصيدة سنة 97 من توفى رحمة الشاعر ملا ذياب الله يرحمه ويرحم والديكم والمسلمين. فدز لي قصيدة أوراد الرد من عندي. من عندك. فيقول حمد سريجع، يقول اليوم ملا ذياب ركن الأدب شال. اليوم ملا ذياب ركن الأدب شال، والدمع فوق الوجن زمزم وسال. رحل ملا ذياب شاعرنا الأديب، وصاحب المعروف من أسل العريب. من دواه أهل العلم أمر عجيب، وما توقف يوم عن رد السؤال. الله، هذا مربع هذا. نعم. حمد سريجع ما توقف يوم عن رد الجواب، وما تقيش يشبه البحر العباب. شال أهل العلم لو داروا معاب، ولو تدانى علمهم يفسح مجال. الله الله. فرجعت له القصيدة أنا نايل. إيه نعم. نايل أكثر المساجلات تكون نايل. نعم. كانت. فأقول له المن نسولف يا أبو طامي بعد ونقول المن نسولف يا أبو طامي بعد ونقول. وراحوا بحور الحكي وناموا بطبق تلول. الله. وراحوا وكانوا حكيهم بالجناب يصيب، وحيف حسافه يا ملا ذياب عنا تغيب. الله. نشهد بحقه صخي يمنى وفصيح لسان، واستاد اهل المحاكي ونست الديوان. ويستادنا يشهم حيف وحسافه تروح، ويوم المطارد اصيل ولا قصر لك شوف. لا والله. من اللي يلومك يا قلبي عاد لو عنيت وشالوا احبابك تراك، وبالكدر ظليت وناديت حاد الظعن ما قال لش تريد. الحيف وحسافه يا ملا ذياب بيش تفيد. الله. يدود بالك تجي وتنزل على اركانه، وابدا كلام الردى ما سولف لسانه. لا والله. وهناك ربعك يا ملا ذياب تلقاهم، المرد وحمود وابن حماد وياهم. المرد منهم المرد؟ عواد المرد. عواد الغفوري؟ عواد المرد حلبوسي. نعم، هم من الشعراء المبدعين، وان شاء الله نقدم له تقرير بالحلقات ان شاء الله. هناك ربعك يا ملا ذياب تلقاهم، المرد وحمود وابن حماد وياهم. وحمود غادي يا ملا ترى تلقاه، وايمان الله بألف سلام خص لي اياه. ايمان الله بألف سلام خص لحمود، وطيبات ما من على سوالفه منقود. ويا حمود ابشر ترى سير عليك ذياب،
ويا حيف نامت شواربكم بطبق تراب، ويا حيف نامت شواربكم يا ابن عبود بحور المحاج وفهمكم ما يحد حدود. وما جاز حظ الطحاوى وكتب بالقرطاس مورد الأهل الفهم وإعلام بين الناس. مورد الأهل الفهم وإعلام بين الناس. والله صح لسانك أبو عليم على هاي القصيدة. احنا بهاي البرنامج أبو عليم إذا ما نذكر شعرائنا الأولين اللي اساسنا هم ابن عبود، واللي هذا صدر له كتاب. نعم. ابن عبود وظاهر الجسام ملا ذياب احمد سريجع، حتى عندك شعراء النبط مثل مخلف العايد. نعم. اذا ما نتذكرهم ذولي احنا لحد ما نقدر نمشي صحيح. والله يا ابو علي ولا اخواننا السامعين والمشاهدين، احنا عازمين باذن الله ان شاء الله على اصدار كتب لاولئك الرواد القدامى، لان هم الاساس. احنا جينا لقينا اساس مبني وبدينا نبدا عليه. فاول ما بدينا بهذا الكتاب عنوانه رحله في حياه وشعر حمود بن عبود وشعراء اخرون. هذا يكون حلقه كامله راح ان شاء الله نتطرق بارك الله بك. وان شاء الله الكتاب الثاني كوكبه من الرواد القدامى ان شاء الله. ما قصرت. الله يسلمكم. الله خير. ابو مهند شلونك؟ الله يحفظك. شلونك يا ابو مهند؟